أهلا بكم في يوميات طالب عراقي الجزء الثالث الحلقة 16. اليوم موضوع حلقتنا يحكي على ضعف البدن وضعف أجسام الإنسان، يعني أجسام البشر ليش يضعف وليش يصير عنده هيك ضعف وأمراض مثل أمراض السرطان والسكر. أنا قلتلكم ليش. بسبب عدم تناوله المواد اللازمة لنموه. ما ياكل أكلات زينة، أكلات مضرة، أكلات كلها تلوث. هسه نشوف شلون اكلت اكل مضروب عدل. شوفوه، يعني ما خليت شي، بس البانيات، تشوفون البانيات حتى انمو، مع انه انا ما احب الاكل، بس وجبة العشاء اكل بيها زين، لا غدا ولا ريوق. ما تشوفون نسفة النسف؟ فاللي يريد ما تصير بيه امراض ويصير سمين وما يضعف ياكل 3 وجبات، انا اكل بس وجبة واحدة هي العشاء. طبعا واكو سبب ثاني، انه هو اول ما انخلق هو بيه هاي الضعف، واذا من اول ما مخلوق ما يقدر يغير شي، بس اذا هو هيجي يقدر يغير. اذا اول ما انخلق هو هاي الحالة بيه، يعني قصدي اذا ضعيف من اول ما انخلق مثلي اني، فهو راح يبقى ضعيف حتى لو ياكل، مع انه انا هيجي. بس اذا يقدر يغير مرة واحدة، هو مو اصلا هيجي يقدر يصير. هسه اعرف ناس كانوا ضعفاء صاروا السنات الواحد. طبعا احطيكم فيديوهات تشرح لكم شنو معنى الضعف وشنو معنى واحد يصير سمين او لا او ينمو. تابعوا معي. الشخص اللي عنده نقص الحديد اكيد انا كثير بركز على الحبوب. واجمالا العدس كثير فيه مهم بالنسبه لي. العدس فيه كميه انه للحديد كثير مهمه. بنشتغل نحن على الطريقه انه نفوت مثلا الحبوب، يجي يعطيه الحديد بطريقه معينه تيقدر هو يتاقلم. هلا كل شيء اخضر، لون اخضر غامق، يعني مثل السبانغ، مثل الملوخيه، مثل البروكولي، الهندبه، كل شيء لونه اخضر غامق فيه كميه حديد عاليه. اكيد لما نجي نحن بدنا نسلق البروكولي نسلقها نص سلقه ما تصير لونها مايل على الاورانج اكثر. يعني بتعرفي انت بس تسلق البروكولي بتصير بطل خضره خضره مثل ما نحن بنشوفها، بتصير تميل شوي على الاورانج. هي طريقه الطبخ كمان كثير بتاثر. من هيك نحن بالسيستم تبعنا ما عندي سيستم الورقه قال لك انه كلي هالقد من هالشغله ما تاكلي هالقد. بده يطلع الاكل من السنتر تبعنا، لانه نحن بنعرف كيف طبخناها، قد ايه بقي هيدا الغذاء بالاكل، قد ايه حطينا البخار عليه، وقد ايه بقي اللون الاخضر فيه. لما يبقى لون الاخضر يعني بيبقى القيمه الغذائيه اللي نحن بنشتغل عليها كثير بهيدا النوع الاكل. اكيد الطعم بتفرق من انه مثلا تاكلي ملوخيه على البخار من تاكليها مثلا كثير مطبوخه وغير لونها وصارت لونها اخضر، يعني غامق غامق، مش بقى اخضر انه شوي فاتح. يعني القيمة الغذائية عم تخسر معها، لأنه مجرد أنت بتطبخ الأكل هالقيمة الغذائية عم تخسري منها، مش مثل ما تاكليها نية. هلا أكيد ما فيك تاكلي ملوخية نية، بس إنه السبانغ مثلا أنا كثير بشجع إنه تنحط بالسلاد، مثلا تنقاص تنخلط مثلا مع حامض وثوم وتنحط مثلا بسلاد معينة تاكليها نية، تاخذي الغذاء كامل منه، بيقوى الحديد معك. اوكي. نشتغل على كذا شغله، وبرجع بركز على قصه المي، لانه المي اذا كمان جسمك، انا كثير بسيمينارز لما اكون عم بحكي يعني بمحاضرات بقول لهم انه بيقولوا لي اوكي المي يعني بتعديهم مع الاورنج جوس، بتعديهم مع الشاي، بتعديهم مع العصير، بتعديهم مع لا، ما بعد المي لوحدها. المي ليه؟ لانه نحن بالنسبه لنا المي بترطب الجسم، بينما العصير والفواكه بتغذي الجسم. ما فيك يمتص جسمك الغذاء اذا جسمك منه مرطب. بس يعني عرفت الكونسبت انه لازم يترطب هالجسم تيمتص الغذاء، ما مش فايس فيرسا. عرفت؟ مش بتغذي جسم وين بده يروح الماء اذا هذا الغذاء ما فيه ترطيب وامتصاص، يعني ما امتصه جسمك هذا الغذاء. سو نحن بالنسبه لنا المي اساسي، والمي لوحدها لترين مي. الزياده هوليك العصير العصير والقصص الشاي يعني، وهذا هول لوحدهم.
اوكي. كثير بركز انه يترطب هذا الجسم تيقدر هذا الجسم يمتص الغذاء اللي عم تاخذيه من الاكل، ان كان ني ان كان مطبوخ، ان كان على البخار، ان كان مشوي، حيلا نوع طريقه مطبوخه بطريقه صحيحه الاكل تيقدر هذا الجسم يمتص هذا الغذاء تيقدر يعوض الحاجه والنقص الموجوده عند الانسان. ضعف الشهية والإجهاد في كثير من الأحيان بتكون متلازمة. الإجهاد بمعنى الشعور بالإرهاق والتعب، وكثير من ترافق المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة مثل أمراض الكلى أو الأعصاب أو السرطان بأنواعها. التعامل مع موضوع ضعف الشهية في كثير من الأحيان الأهل يضغطوا على المريض لكي يأكل كمية كبيرة من الطعام، وهذا الكلام لا يجدي، خصوصا المرضى في الحالات المتقدمة، إذ أثبتت الدراسات أن الكمية اللي تناولها الإنسان من الطعام في المراحل الأخيرة من المرض لا تغير طبيعة المرض ولن تغير المستقبل لهذا المريض. لكن هل في وسائل بتخفف من هذا الموضوع بمعنى أنه تزيد الشهية عند المريض أو تحسن النشاط العام؟ الجواب نعم. في شيء دوائي، في شيء غير دوائي. إضافة للعلاج للمرض الأساسي عند المريض بلا شك في بعض الأدوية اللي بتساعد في هذا الموضوع. على سبيل المثال ديكساميثازون بنعطيها مرة صباحا 4 ملغرام أو 8 ملغرام مرة واحدة صباحا. هذه تساعد في 3 أشياء: هي تحسن الشهية وتزيد النشاط عند هذا المريض وبتحسن المود الكيف أو المزاج عند المريض. في دواء ثاني بنسميه ميثايل فانيدات، من الأدوية اللي بنعتبرها stimulating agent بمعنى أنها منبهة. هذه بتعطيها للمريض مرة صباحا ومرة ظهرا، كمان بتزيد من عند النشاط اللي عند المريض وبتزيد التنبه للمريض اللي بيكون نعسان كتير، بتخلي نشاطه وحيويته أفضل. هذا بالنسبة للأمور العلاجية. العلاجات اللادوائية الحقيقة كثيرة، من بينها النشاط الرياضي بمعنى يمارس المريض الرياضة بما يتناسب مع ظروف مرضه، من بينها تنظيم ساعات النوم والنهار، من بينها بعض الأكلات التي تحتوي على الأوميغا 3 وبعض الفيتامينات الحقيقة بتزيد نشاط المريض. الأمور الاجتماعية حول المريض بتساعد. في بعض الأشخاص بيلجأوا إلى الدين، بعض الأشخاص بيلجأوا إلى شيء اسمه ميوزك ثيرابي، الموسيقى تنعش المريض، بعض أنواع الموسيقى. بعض الأحيان الاجتماعية اللي هي وجود الأهل أو الأصدقاء حول المريض تساعد في هذا الموضوع. هذه الأمور متكاملة الحقيقة. العلاج الدوائي واللا دوائي سوية بتساعد في تخفيف الهبوط العام وزيادة الشهية لدى المريض.